وبهذا أعلن اختتام أعمال المؤتمر الدولي لرفيع المستوى لتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين. رفعت الجلسة. بدأنا نشكر أمريكا وفرنسا والشياطين الزرق والشياطين الحمر، ولا نتطرق للسعودية ولا بكلمة، لأننا نكرههم. نعم نكرههم. هل تعلمون لماذا؟ لأننا شعب لا يستحي، شعب منافق. منذ 20 عاما ونحن نتاجر ونقامر ونسرق باسم غزة ونتخذهم دروعا بشرية. وذهب السفير السعودي لفلسطين لحل الدولتين وبحدود 67 جن جنوننا. جننا يا أخي، شيء بجنن يا أخي. وجنون من يدعمنا، لأنه سيمنع سرقتنا وتجارتنا وارتزاقنا. فذهبنا ل7 أكتوبر لأننا شعب لا يستحي. وعندما سعت السعودية وأشقائها العرب وفرضوا أمرا واقعا من خلال استقطاب وإقناع دول العالم، حيث أنهم لم يهدأوا، ووزير خارجيتهم من فرنسا لأمريكا لكافة دول العالم، وعلى مدار شهر، أكثر من شهرين، شيء 4 شهور، وهو يقنعهم بأن السلام أفضل للجميع. فكان هذا القرار رغما عن أنوفنا. كسرنا خشمنا بصليش نساوي مو هيك؟ فبدأنا بتحريف وتزييف الحقائق جكرا ونكاية بالعرب وبالسعودية والسعوديين. بدأنا نشكر أمريكا وفرنسا والشياطين الزرق والشياطين الحمر، ولا نتطرق للسعودية ولا بكلمة، لأننا نكرههم. نعم نكرههم. هل تعلمون لماذا؟ لأننا شعب لا يستحي، شعب منافق. ولمن أراد أن يسأل لماذا كل هذا الكره والحقد على العرب وعلى رأسهم السعودية والسعوديين، سأقولها لكم: لأنهم كشفوا خبثنا وخيانتنا وتجارتنا بشعوبهم وبشعوب المنطقة، وقطعوا علينا السبوبة. هدول هالشريرين قطعوا علينا السبوبة وكل شيء. فهل تريدون منا أن لا نكرههم ونحقد عليهم؟ هل علمتم من نحن؟ نعم، نحن الأخوان المفسدين في الأرض. مهمتنا الوحيدة التجارة بكم وبأولادكم وسرقة كل ما تملكونه، حتى نسوانكم بنحط عيننا عليهم. ديروا بالكم، باسم الدين، والضحك عليكم فقط لأننا شعب لا يستحي، شعب منافق. وهناك الكثير من الحمير، أعزكم الله، الذين نستطيع أن نضحك عليهم، جاهزين، صاير نجحيش، ليش لما نركب؟ يعني نركب ما، ويكونون لنا عبيدا طائعين دون سؤال حتى أو استفسار. هل هذا خطأ أم صح؟ هذا ما جرى معنا بالمختصر بغزة، وللقصة بقية. وهؤلاء هم نحن الإخوان، وهذه هي عقيدتنا بالإطار العام، بأننا ولأننا شعب لا يستحي، شعب منافق.